ما تيجي يا ابو الكباتن افكرك ببطوله ريحتها كده من شتاء 2017 مصر في الجابون. البطوله اللي الشعب المصري كله كان متجمع على حب منتخب مصر لسه، ومفيش النفور ده من الجماهير تجاه منتخب مصر. القهاوي مليانه في عز الشتاء بالليل، ولكن الدفا كان مالي القهاوي. اشتقنا يا اخي والله، مصر لاول مره في الكان بعد غياب من 2010. والله بعودة. تخيل معايا كده، مصر ما وصلتش للبطولة من 7 سنين عشان يجي الراجل اللي قدامك ده ويقدمنا للقارة من جديد، لكن كنتائج بس مفيش أداء خالص. من هنا بقى اتولدت جملة باصت صلاح واركن الأتوبيس. مصر بدأت البطولة أمام منتخب مالي، ومالي كان أفضل بكتير جدا، ومصر مش قادرة تجاري المنتخب المالي لأنه كان بصراحة جيل جديد ومفيش خبرات، والفرق البدني بيننا والجسماني مع منتخب مالي مع طبيعة الجابون والأرض والأجواء كانت صعبة علينا جدا في البداية. مصر ما عملتش هجمة واحدة بس، ولا فرصة حتى توحد بها ربنا. مصر حتى ما شتمتش يا أخي منتخب مالي، احنا ما كناش أصلا بنعدي نص الملعب. أحمد الشناوي أنقذ هدف محقق وخد بعضه وطلع مصاب، وجملة مدحت شلبي بقى بعدها ان عضلاته بتتخض لما بيلعب ماتشات كبيرة ومش بيكمل، اللي احمد الشناوي فضل ساكت على الجملة دي 8 سنين، ولسه من كام يوم بس فكر مدحت شلبي بيها وذكروا بيها وعاتبوا عليها. ولكن قبلها اصلا شريف اكرامي كان هيبقى الحارس الاول لمنتخب مصر، كان متصاب في التدريبات عشان الحضري الحارس اللي راجع من الاعتزال يرجع على البطولة على طول. حتى مرتضى منصور يعني ما قدرش ان هو يفوت حدث زي ده، وطلع وقال لك بص يا ابن كفر البطيخ واعماله، قلت لكم بتاع سحر اسود ما صدقتونيش. مكتوبه لك يا ابن المحظوظه. الماتش خلص 0-0، والماتش التاني امام اوغندا. وطبعا الاداء في الماتش الاولاني والاداء في الشوط الاول في الماتش التاني، مصر يعني مش محتاجه المكسب، مصر محتاجه لعيبه تانية ومدير فني تاني. اداء مش مطمن خالص، ولكن ورغم من كل ده كل الجماهير كانت في ظهر المنتخب المصري. مصر محتاجه المكسب على اوغندا عشان يعني فرصه الصعود، خصوصا ان احنا مش عارفين نكسب مالي ولا عارفين نسجل في اوغندا، وهنقابل الماتش الثالث هنقابل غانا الاقوى في المجموعه، فكنا لازم نكسب اوغندا باي طريقه. مصر الى حد ما كانت امام اوغندا افضل من ما كانت بتلعب مالي. فرصه لمروان محسن ضيعها، بعدها انفراد ضيعه محمد صلاح، بعدها اوغندا سجلت الاول. بس الحمد لله التسلل بينقذ منتخب مصر عشان تريزيجيه بيرد بفرصه حلوه جدا بس ضعيفه. مروان محسن لعب رأسية خطيرة جدا بس أعلى من المرمى، وصلاح سدد بس الحارس مسكها. ومصر بتلعب حاليا على الفوز عشان عبد الله السعيد اللي كان أفضل لاعب في الوقت ده في مصر بيسجل هدف قاتل وهدف صعود مصر. هدف حلو قوي بصراحة، هدف فتح نفق لعبور مصر للدور القادم عشان مصر تكسب 1-0 ومعاها 4 بوينت في مباراتين، وندخل بقى لقمة المجموعة أمام غانا اللي لسعتنا 6-1. أيوة اللي أنا مستنيكي من زمان، غانا اللي احنا في التصفيات كنا غالبينها في مصر 2-0. مصر وعلى عكس المتوقع هدف في أول 10 دقايق شكله حلو جدا بصراحة، يعني من الأهداف النادرة اللي سجلها محمد صلاح من فاولات، يمكن ما سجلش في تاريخه كله 3 أهداف على بعض. غانا ضغطت وحاولت تسجل ولكن فشلت، وبعد ضغط على دفاعات غانا هدف محقق جدا مروان محسن بيضيعها كالعادة. يعني مستني إيه من مروان محسن رغم ان هو في البطولة دي كان لاعب قوي جدا ومهم جدا لحد ما جاله الصليبي وما كملش معانا البطولة. بعدين بقى عرضية خطيرة بتمر بسلام على مرمى الفراعنة، غانا مسكت مصر وبصراحة ضغط كبير جدا وهدف محقق انقذه السد العالي. وبعدها بقى بيطلع تسديدة وتعدي بأمان عشان مصر تكسب الماتش التاني وتصعد ب7 نقاط بهدفين فقط. انها كتيبة هيكتور كوبر يا صديقي، هدفين هصعدك، ومش بس كده ده أنا احتمال اوصلك للفاينل كمان. وقبل ما ادخل بقى على الجزء الاهم من البطولة وهو جزء خروج المغلوب، بفكرك تعمل لايك للفيديو ده ضروري جدا يا ابو الكباتن، ويلا بسرعة بقى. مصر صعدت عشان تواجه مين بقى؟ المغرب. المنتخب مصر ما بيفوز عليهم من التسعينات، ولكن مع كوبر كل شيء وارد يا صديقي، وعنوان من أراد المتعة فليذهب للسيرك. مع كوبر الفوز ثم الفوز ثم الفوز، ونزل يدافع بشكل انا ما شفتش فيه مصر قبل كده اصلا، كاننا بندافع على الحدود عشان في اخر المباراه الخطه تنجح يا صديقي من ركنيه عبيطه جدا. كهربا بيخطف الصعود ويا عيني على المغاربه، صدمه عمرهم بعد كلاحه مصريه ممتازه عشان بعد كده نصعد لنصف النهائي امام مين بقى؟ بوركينا فاسو. واحب اقول لك ان الخطه جلت المره دي من كوبر، وللاسف سجلنا بدري. هتقول لي للاسف ليه؟ اقول لك لاننا مش هنقدر نحافظ على الهدف، احنا دايما بنخطف ونجري
عن طريق بقى محمد صلاح اللي سجل هدف مبكر جدا، هدف حكايه. بس ازاي بقى نحافظ على الهدف ده؟ ده احنا متعودين نسجل في الاخر ونخطف ونجري. فعلا يا صديقي، بوركينا طلعت علينا بركان هجمات من كل مكان في الملعب. عشان بنسيه لاعب المصري البورسعيدي بيسجل هدف يقطع فيه الحضري وبيقطع شباك عصام الحضري. كانت اجواء بصراحه مع كوبايه السحلب ما تتعوضش يا صديقي. المهم يا صديقي، الماتش راح لركلات الترجيح واحنا غلابه. عندنا حارس عنده 40 سنه راجع من الاعتزال، يعني لو عمل استرتش قوي ممكن يخش فيها العمليات دي. بس الحضري قال لك عيب عليك، ده انا اسطوره، وراح واقف في مرماه وقال لك هكسبكم. مصر دخلت، عبد الله السعيد اللي ما بيضيعش ضيع، بوركينا سجل، رمضان صبحي دخل واحنا متاخرين بيتمنظر عيل فلتان بس سجلها ابن اللعيبه. وعلى كده بقى لحد الصبح مصر تسجل بوركينا تسجل، لحد ما الحضري قال لك بس كده. وفي اخر ركلتين قال لك لازم اتصرف، ودخل وتصدى للكوره وجاب التعادل، وكملنا كوره وكوره لحد ما حارس بوركينا قال لهم بس كده يا رجاله، انا اللي هدخل اسدد وهسجل. يقوم بقى الحضري يقول لك ده تبقى هنا في حق الحضري اللي قفازه في الفيفا يسجل فيه حارس مرمى، وراح جاب الفوز لمصر عشان مصر تطير للفاينل امام الاسود، وديربي بين الاكثر تتويجا في القاره. مصر بدات بقوه عكس كل مقدماته في البطوله. قلنا غريبه ان يسجل هدف عالمي، قلنا معقوله دي مصر؟ راحت الكاميرون واخده الكوره وما خلتناش نلعب معاها حتى. هاتك يا دعك، نعوض في البطولات الجايه. طيب هدف اول قلنا ملحوقه هنلعبهم بالانتيات، خدنا التاني قلنا يا نهار ازرق، نعوض في البطولات الجايه. ومن وقتها واحنا في فشل مستمر، ومن بعدها واحنا في فشل مستمر. لا وكمان الانقح ان منتخب مصر خسر كمان الالتفاف الجمهور المصري حواليه. ولكن بنأمل ان البطوله دي ترجعنا تاني للشغف والحب والدعم والوقوف خلف منتخب مصر تاني، ونشغل اغنيه والله وعملوها الرجاله. ما تنساش بقى لايك وشير وتقول لي رايك في الحلقه والتعليقات. سلام.